قبل ما نبدا ما تنساش تصلي حبيبك النبي وتذكر ربنا وتفعل زر اللايك. ولو انت اول ما تشوفني انا في القناه فانت مستني يا صديقي، احنا بننزل عظمه اسطوريه لاسطوره زيك، فخليك اسطوري بقى يا صاحبي وانضم لعيله علم في الرغيف، فاشترك في القناه. هنلخص لك اقوى فيلم نزل لسولو ليفلينج هتغض دلوقتي، واللي هو سولو ليفلينج الصحوه، واللي ما نزلش في اي مكان غير في السينما، ولكن بطريقه سحريه احنا جبناه. هنكون اول قناه لخصت الانمي. لو في قنوات نزلت ملخص الفيلم بعد كده احنا نزلناه، فده برضو معانا احنا هنكون من اوائل القنوات اللي لخصت الفيلم. نخش يلا في الفيديو. بتبدا الاحداث بتاعتنا من بعد ما خسر السيزون الاول، واللي عرفنا بقى فيها صديق ان قدر الواد سونج جين وو ان هو غير وظيفته من بعد ما قدر يتغلب على صعوبات كتيره، واللي كان منهم الواد اجرس ووحش الصخور والصحراء، واللي في الاخر يا صديق هزمهم الواد سونج وخلوهم تحت رجله كوحوش ظلام. وبتبدا بقى صديقي احداث الفيلم واحنا بنشوف الواد سونج جين وو وهو بيصحى على رن التليفون من اخته علشان يجي لها المدرسه وقابل المدرسه بتاعتها. ولكن اول لما بيروح المدرسه بنلاقي شكل الواد سونج اتغير قوي وبقى عنده عضلات. فساعتها البنات اللي كانوا في المدرسه بيعجبوا بالواد سونج ده مره تانية. فساعتها بتيجي اخته وبتقول له ايوه يا عم، في واحده في حياتك ولا ايه؟ فساعتها بيقول لها اقعدي يا بت وبيضربها. فبعديها بقى بيروح للاستاذه بتاعت اخته وبتعرفه الاستاذه ان درجات اخته كويسه جدا وهي ممتازه في المذاكره بتاعتها، بس هي بتطلب منه طلب، والطلب ده انه ينصح طالبه عندها في الفصل ان هي تبطل مهنه الصيادين وتنتبه لدراستها ومذاكرتها. فساعتها بيقرر سونج ان هو يساعد المدرسه، ففعلا بيروح عشان يقابل البت ديت. ولكن اول لما بيقابلها بيلاقيها هي اللي كانت معاه في فريق الصيادين اللي عمله هو والواد جين هو عشان خلصوا المغاره. فساعتها اول لما البت دي بتشوف الواد سونج بتعرف ان اخته اللي هي اسمها جين. فبعدها بتقوله ان هي اصلا عمرها ما هتعتزل مهنه الصيادين خالص. فساعتها بيقول لها سونج ان انا مش جاي عشان تخليك تعتزل مهنه الصيادين، ولكن عشان حاجه تانية. نروح بقى على الناحيه التانية بنلاقي الصياد اللي اسمه دونج، لو فاكر الصديق اللي هو باخو سوك اللي اتقتل من ايد الواد سونج جين وو في المغاره. اللي احب يا صديقي افكرك برتبته وهو الاسم، وهو جاي من السفر وبيبقى بيقابله صياد اسمه دو وانج، وبيعرفوا دو وانج ان هو هيقتل الواد سونج ده عشان هو قتل اخوه في المغاره. وبيكون ساعتها زعيم النقابه واقف مع الصياد تشوي وبيحكي ليه ان النمل اللي كان في جزيره جيجو بدا يتطور وهو ممكن يخرج من الجزيره. وبعدها بقى بكام يوم بنلاقي الواد سونج وهو معاه البت الصياده ديت وهم رايحين عشان يقابلوا الصياد هو يون من نقابه النمر الابيض علشان يساعدوه ان هو يدخل الزنزانه. فساعتها بيعرفوا على فريق المغاره وبيقول لهم انهم هنا عشان يتدربوا وانه ما يدخلش ويسيبهم يتعلموا. فساعتها اول لما بيخش سونج في المغاره ديت بيحس سونج بحاجه غريبه جدا ولكن مش بيعرف ايه هي. ولما بقى بيجي بيخرج منهم بوابه بنلاقي ان هو ما قدرش يخرج منها لان المغاره دي طلعت مغاره حمراء. والمغاره الحمراء دي يا صديقي باختصار هي مغاره مجهوله والوقت بيها بيعدي بشكل مختلف. يعني ممكن الوقت اللي في المغاره دي عدى عليه اسابيع او شهور وممكن حتى توصل لسنه، لحد بقى والله اعلم لحد ما عرفوا يخرجوا من البوابه ديت. فساعتها بنفس الوقت بنلاقي ان في سهم جه عليهم وبيصيب اضعف واحد فيهم، ولكن الحمد لله بالله الواد سونج انقذ الصياده. فساعتها بتلاحظوا الساحره اللي معاهم في الفريق. فبعدها بنشوف راجل، والراجل ده اسمه كيم وهو بيقول ان هو هيقسم الفريق لفريقين، والفريق بتاعي هياخد معاه اقوى الصيادين عشان يهزموا الزعيم وانه مش هياخد الناس الضعيفه اللي معاه. فساعتها بقى بتنتقل البت الساحره ديت للفريق اللي فيه الواد سونج لانها حست ان الواد سونج ده قوه جباره. ولما بتسال البت الصياده ديت على مين اللي هاجموها دولت فساعتها بتعرف ان هم جان الجليد. فساعتها بقى بعديها بيقول خشوا الغابه، ولكن ساعتها بتلاحظ الساحره ان المنطقه الغابه ديت فيها دببة ثلجيه وانه لازم نتراجعوا. فساعتها بيقول سونج انه ده معناه ان جان التليج مش موجودين في المنطقه ديت. فساعتها بيلاقي الواد سونج بيطلع ملابس شتويه عشان تدفي الفريق اللي معاه. فساعتها بيستغرب الفريق اللي معاه وبيقولوا له انت ازاي جبت الحاجات دي؟ فساعتها سونج بيقول لهم خدوا الحاجات دي وانتوا ساكتين. على الناحيه التانيه بقى بتشوف راجل اللي اسمه كيم واللي بنلاقيه واخد اقوى الصيادين في الفريق بتاعه وبنلاقيه هو قاعد بيحارب في الدببه الثلجيه. نرجع بقى للواد سونج تاني بنلاقي ان الفريق بتاعه بيهاجم عليه الدبابة الثلجيه ولكن بيقتلهم كلهم من الواد سونج وبيخلص عليهم. وبره بقى بتشوف زعيم من نقابه النمر وهو بيعرف ان الواد سونج موجود في المغاره ديت، ولكن ساعتها بيتاكد ان الراجل اللي اسمه كيم هو اللي هيخرج منها. وبعدها في نفس الوقت بنلاقي عربيه جايه اللي فيها راجل اسمه دوانج وهي رايحه المغاره ديت. فساعتها بيسالوا رئيس النقابه بيقول له ايه اللي جابك هنا وبتعمل هنا ايه؟ فبيقول له دونج ان هو جاي هنا عشان يقتل الواد سونج عشان يجيب طار اخوه، ولكن لسوء حظه بيعرف
وعارف ان هو دخل المغاره الحمراء. فساعتها بيستغرب رئيس النقابه وبيقول له مش معقول ان هو راح مشوار من امريكا لهنا عشان يقتل سونج. نروح بقى للواد سونج الفريق بتاعه، بنلاقي حرفيا مخلص على كل الدباب اللي موجودين، وبنلاقي ان الفريق كله مصدوم ومبهور من قوه الواد سونج. فساعتها بعد المعركه ديت بياخدهم بديه كده في مخام حلو بيقعدوا فيه، وبنلاقي ساب الفريق بتاعه وراح يقاتل دبابة موجودين مع الوحوش الظلال بتاعته. بس ساعتها بتشوف ان قائد الدبابة بيبقى قوي جدا، فساعتها بيروح الراجل اللي اسمه اجريس لو فاكره يا صديقي يحارب القائد ده. فساعتها اول لما بيشوف الواد سونج قوه الراجل اللي اسمه اجريس يتصدم، لانه اول مره يشوف القوه دي من ساعه ما واجهوا بعض، وان لو كان بيحارب بالسيف كان زمانه خسر قدام اجريس. وبعدها بقى بشويه بنلاقي ان الدبابة كلهم اتهزموا. فساعتها بنلاقي ان الواد سونج بيحولوا كلهم لجنود للظلال. بيبقى بقى على الناحيه الثانيه بنلاقي ان فريق الراجل اللي اسمه كيم كله مقتول، لانهم حاربوا جن التليج واتقتلوا كلهم في الاخر ما عدا الواد كيم، واللي بنلاقيه بيهرب منهم عشان ما يموتش. بنروح بقى اللي بره المغاره، بنلاقي الراجل اللي اسمه دونج زهق من الانتظار عشان هو استنى بره المغاره 3 ساعات، فبيمشي من هنا. ولكن بقى هو بيمشي بيفكر دونج ان الواد سونج مات في المغاره ديت لانه ضعيف، لكن ساعتها بيسال نفسه وبيقول هو ليه الواد ده راح الزنزانه مع انه مش ضمن نقابه النمر الابيض. فساعتها بيقول له القائد اللي هو دخله لانه من معارفه. فساعتها بيجي الراجل اللي اسمه دونج بيخنقه، كان عاوز يقتله، بس ساعتها بيجي بيدافع عليه القائد واللي اسمه بايك، وكانت هتقوم معركه اسطوريه ما بينهم. لكن ساعتها بيتدخل المفتش بيوقفهم على اللي هما بيعملوه ده، وبيعرفهم ان هو كشف على الراجل اللي اسمه سونج وهو متاكد 100% ان هو من رتبه ايه. فبيقول دونج انه عارف الموضوع ده، وانه جاي هنا كده كده اصلا عشان يقتل سونج، وان موضوع موت اخوه ده برضه كان حجه وخلاص. نروح بقى لجوه المغاره، بنشوف راجل اللي اسمه كيم وهو ماشي ومرعوب متضايق لانه فريقه كله اتقتل، وانه برضه ما كانش معاهم ولا اكل ولا شرب. فساعتها بيدخل على الفريق بتاع سونج، بيلاقيهم معاهم اكل ولابسين وشاربين ودنيا اخر قليصه ومتدفيين من البرد. فساعتها بيتعصب جدا الراجل اللي اسمه كيم، ويفتكر ان الساحره كانت مخبيه الحاجات دي كلها عشان تطلع لي فريقها بس. فساعتها بيهاجم عليهم وبيطلع سيفه وكان عاوز يقتلهم، بس ساعتها بنشوف الواد سونج وهو بيروح له وبيضربه ضربه قويه. فساعتها في نفس الوقت بنلاقي ان الاعداء كانوا موجودين ورا الواد سونج. فساعتها بيقول لهم ان انا كده كده عارف ان انتوا موجودين، فما تخبوش نفسكم واظهروا لي. فساعتها بيظهروا جن التليج، وبيتكلم القائد بتاع الواد سونج وبيقول له ان انا اتفاجئت لما عرفت ان في حد قوي في وسط البشر الضعفاء دول. فساعتها لسه بيقدم القائد الجن اللي هجم عليهم، بنلاقي ان سونج في لمح البصر بيقتله. فساعتها بيفرح القائد لانه لقى خصم ممتع وقوي. فساعتها بنلاقي ان الفريق اللي كانوا مع سونج استغربوا وبيتفاجئوا ان الواد سونج بيعرف يفهم لغه الوحوش. فساعتها بنلاقي ان الواد سونج بيهاجم على ملك جن التليج، وبنلاقيه بيقولوا ان احنا بنسمع اوامر للقتل، ولكن في التوقيت ده انا مش سامع الاوامر دي. فساعتها بيطلب منهم القائد ان هم يستسلموا ويسلموا من البشر اللي وراه وهو يسيبه يعيش. ولكن اول ما بيسالوا الواد سونج عن اصلهم وايه اللي جابهم هنا، فبيرد عليه القائد. ولكن ساعتها بنشوف ان الواد سونج مش بيسمع منه اي اجابه ولا اي كلام خالص، وبيعرف ان ده بسبب تاثير النظام، وانه مش عاوز يعرف اصل الوحوش مع انه اداله القدره على فهم لغتهم. ولكن ساعتها بيرفض الواد سونج طلب القائد. فساعتها بيستهزئ القائد من الواد سونج وبيقول له هو انت يا ابن عبيط، انت ازاي تهزمنا، انت ازاي تهزمنا لوحدك. فساعتها بالله الواد سونج الجبار وهو بيطلع جيوش الظل بتاعته وبيقول له انا ما كنتش سامعك، كنت بتقول ايه؟ فساعتها بيبداوا يحاربوا مع بعض جيش جن التليج ضد جيوش الظلال بتاعه الواد سونج. فبيبقى بعدها بنشوف ان قائد الجن اللي اسمه باراكو بيهاجم على الواد سونج، ولكن الواد سونج بيستدرجوا للمكان اللي فيه الراجل اللي اسمه كيم. فساعتها بقى بالله الواد اللي اسمه كيم وهو بيفوق من الغيبوبه اللي عليه وبيهاجم الواد سونج. ففي اللحظه دي بقى بالله ان سونج استدعى الراجل اللي اسمه اجريس وبيقتل الواد كيم، بيحوله لجندي الظلال وبيسميه ايريون. فساعتها بيهاجموا الثلاثه على الراجل اللي اسمه باراكو وبيحاربوه بالعافيه وبيقعدوا يقتلوه، لحد ما بنلاقي الواد اللي اسمه سونج بنلاقيه قدر يضرب بالخنجر بتاعه في جسد باراكو، وبنلاقي كمان ان جنود الظلال قتلوا كل جن التليج. فساعتها بيستغل الواد سونج مهاراته ونلاقي ان جنود الظلال بتاعته ما بتموتش، وبيهاجم عليه على قائد جن التليج وبيقدر يقتله في الاخر. فبعدها بياخد الواد سونج الفريق بتاعه بعد ما خلاص بقى الوبا ظهرت، ولكن بقى وهو خارج بنلاقيه كان بيفكر في حاجه وكانت عينيه بتلمع. ولما خلاص بنلاقي ان الفريق كله بيخرج من المغاره، بنلاقي ان قائد النقابه بيستغرب لانه بس الصيادين الوحيدين اللي عايشين من المغاره ديت هم صيادين ضعفاء، اما الصيادين الاقوياء ماتوا كلهم في المغاره. ولما بيسال قائد النقابه على الباقي راحوا فين، بيتاكد ان هم ماتوا في المغاره. ولما ساعتها بيجي عشان يسال الواد سونج، بنلاقي ان الواد اللي اسمه سونج كان غضبان جدا وبيقول ان انت المفروض تشكرني لان انا انقذت البقيه،
مش يسأل عن اللي ماتوا. فساعتها بيعتذر للواد سونج، فبعدها بيمشي الواد سونج بقى من مغارة كل حاجة خلاص بتنتهي. فبيسأل القائد المجموعة اللي كانت مع سونج، بيسألهم هو ليه متعصب كده، وبيرد عليه وبيقولوا له ان هو اتعصب بعد ما قال 3 كلمات غريبة. بنروح بقى للواد سونج وبنلاقيه ماشي بالعربيته وهو بيفكر في السبب اللي ما خلوش شرف يحول قائد جن التليج لجندي من جنود الظلال بتاعته. وبكده بنعرف يا صديقي ان الحاجة اللي خلت الواد سونج يغضب هي ديت. ولكن ساعتها بيبص على الجانب المشرق لانه خد الخنجر بتاعه، وبعديها بيروح البيت. يا ترى بقى يحصل الواد سونج ومصير الصيادين. وصدقنا يا صديقي ان الاحداث اللي جايه تبقى دمار. مش عايز احرق عليك احداث كتيره، ما تنساش تصلي حبيبك النبي وتذكر ربنا، ويلا سلام.